شنو هي اهم الاشياء اللي استفدناها في المباراه اللي لعبناها ضد هايتي؟ هذا الفيديو هذا غادي نقول لكم بعض النقاط اللي قليل اللي رد ليها البال. اول حاجه استفدناها هو اننا غلطنا في هذا الماتش هذا، وكان ضروري خاصنا نغلطوا. يعني واحسن توقيت تقدر تغلط فيه هو هذا. داكشي علاش شفنا المنتخب الوطني والمدرب محمد وهبي عطى الماكس في الماتش ديال اسكتلاند. كان ضروري خصو يربح الماتش، حيت ضروري خاصك في الادوار الاولى او في دوري المجموعات خاصك تتعلم وخاصك تغلط وخاصك تستافد باش تقدر تمشي بعيد ان شاء الله في هذه البطوله هذه. اهم شيء استفدناه هو الدور ديال المزراوي مهم بزاف، والمزراوي لاعب لا يعوض. داكشي علاش المدرب ما لعبش المزراوي، ديجا عنده مشكل في الكتف ديالو وكيتبليسا بزاف، وجلسوا باش يرتاح هذا الماتش هذا وما بغاش يلعبوا. لان هذا السيد بالضبط نصير المزراوي الا ما لعبناش به في ماتشات مع منتخبات اللي قويين مع لاعبين اللي سراع بحال كيما شفنا رافينيا وزيد فراه غادي يكون عندنا مشكل كبير بزاف في ذاك البلاصه بالضبط. كيف شفتوا انا صلاح الدين ضعيف جدا على المستوى الدفاعي، ضعيف لواحد الدرجه ما يمكنش. يعني السيد كيخسر الثنائيات اللي في السماء والثنائيات اللي في الارض، عكس الحاج نصير المزراوي الله يحفظه وينجيه ما شاء الله تبارك الرحمن، كيريحك بزاف في هذيك البلاصه بالضبط. النقطه الثانيه هو انك تلعب بمهاجم صريح بهذا ليفيكتيف اللي عندك ما يمكنش بشكل نهائي. كيف شفتوا ايوب الكعبي كان ضعيف بزاف كان ضعيف. انا تيبان ليا راه كاين شي نقط ما غيردلهاش البال الانسان. فاش كان حكيمي كيديبوردي او الخنوس كيديبوردي، حتى الماركاج ديال الكعبي في الكاري دي زويد كان ضعيف، ما كانش كيعرف كيفاش يدير تروم بلاصه مزيان باش انه يعني لدرجه تخيلوا معايا الصيباري اللي كان فوق اتاكو تيلعب من مورا الكعبي كان تيدي بلاصه مزيان، عكس الكعبي اللي لو كان فايق في البروميير ميطو مينيمو كان يماركي 3 ولا 4 مرات. لان دائما كان تيمشي الحكيمي في الكولوار او الخنوس في الكولوار او حتى دياز ما كانش كيلقى الحل، ما كيلقاش الحل. الكعبي ما عرفش، يا اما كيمشي لورجو كينعس في لورجو، يا اما كيمشي هو يدير الماركاج على المدافع. فعوض من المدافع يدير الماركاج على الكعبي هو اللي كيدير الماركاج على المدافع. هذه النقطه حتى هي مهمه بزاف. واللي ربحنا وكسبنا بزاف هو حلحال بدا كيدخل في التورنوا، لان ما عندناش شي خيار من غير حلحال راه هو الخيار اللي عندنا. لا قدر الله وقعت شي حاجه لديوب ولا وقعت شي حاجه سميتو لشادي رياض ما عندناش مدافع. ونكون معكم واقعي، حلحال راه ماشي في المستوى ديال ديوب راه بعيد بزاف على المستوى ديال حلحال، ولكن على الاقل قدر الله شي صفرة شي فالطه وقع شي مشكل يكون عندك واحد المدافع اللي داخل في التورنوا، ماشي تا توصل عاد ديك الساعه تبقى تقلب على شكون غادي يلعب لك. المهم صراحه القضيه ديال الدفاع راه مشكل كبير. اهم حاجه يقدر يديرها هو ان انتيغري حل في هذا الماتش هذا، راه هو انتيغرا. وانا بالنسبه لي ما عجبنيش بزاف. رحيمي دخل في البطوله مزيان وعطى نتيجه زوينه بزاف، عجبني بزاف انا رحيمي البارح. رحيمي غنحتاجوه بزاف، رحيمي غنستافدوا منه بزاف في الماتشات اللي كيكونوا صعاب ومعقدين. دخل رحيمي يقدر في اي لحظه يسجل لك. ياسين جاسم خاصو يكون عنده بزاف ديال الدقائق في المباريات الجايه. خاصنا نشوفوا ياسين جاسم ضروري الدوزيام ميطون. راه ولينا كنشوفوا دياز كينعس بعض المرات، دياز ما يقدرش يعطيك ماتش كامل. انا هذه بالنسبه لي صافي، يعني انا هذه الفكره هذه رسختها في عقلي. دياز ما يقدرش يعطيك ماتش كامل، دياز مستحيل يعطيك ماتش كامل. يعني حبذا لو انك تلعب دياز تحس به بدا كيعيا بدا كيخربق، دخل في عوطو ياسين جاسم دخل التورنوا وسجل. هذه كانت بزاف ديال النقاط من غير اننا خطانا ودرنا بزاف ديال الاخطاء، لا من الجانب الدفاعي لا من جانب الارتداد. ضيعنا بزاف ديال الفرص. هادشي كان مهم في هذه المباراه هذه. نتمناو ان شاء الله نكونوا مركزين بزاف في المباراه الجايه معايا من ما لعبنا، سواء لعبنا مع هولندا سواء لعبنا مع السويد سواء لعبنا مع اليابان، ما كيهمش. الاهم هو نكونوا مركزين بزاف باش نقدروا ان شاء الله نمشيو لابعد نقطه في هذا الكاس هذه. خليوا لي راي ديالكم في التعاليق، هادشي اللي قلت واش كاين ولا ما كاينش. كمتفرج كمحب لكره القدم كمتتبع لكره القدم، لعبنا شويه ديال الكره قرينا شويه ديال الكره، حتى حنا كنشوفوا كنبارطاجيو معكم كاصدقاء كاحباب كخوتنا، كنشروا معكم هاد الفيديوهات هذه بمحبه
نشوفوا الاراء ديالكم في التعاليق. صلوا على رسول الله، نتلاقاو في فيديو جديد. شكرا لكم، السلام عليكم.